أستاذة نهى زهرة عندها تجربة شخصية إن ربنا رزقها في طريقها ناصح أمين، كشف لها ونور لها طريقها. حكت لنا التجربة دي، تعالوا نسمع مع بعض. لما اتخرجت قلت انا محتاجه اعمل حاجتين مهمين جدا دلوقتي: اشتغل وانجح. اشتغل وانجح في صوت سعيد صالح الاتنين. الاتنين. من جوايا كنت عارفه ان انا هقدر اشتغل واقدر انجح. صوت الناس اللي حواليا كان مش احسن حاجه: هتقدري تشتغلي وتنجحي، تشتغلي وتحققي نجاح ليه يا بنتي وانتي مش مضطره لحاجه زي كده، واللي بيشتغل ما بينجحش واللي بينجح ما بيشتغلش. تهريج او في شيء من الجد. لكن انا قررت اني هدور في الجرايد، وقتها كان جرايد يعني الاعلانات الشغل بيبقوا طالبين ايه. فدورت على الجمله المكرره في الاعلانات، وبعدين بعد ما درسنا كوتشنج يعني لقينا ان الجمله المكرره دي هي اللي بيبقى فيها السر يعني. فالجمله اللي كانت مكرره وقتها: خبرة لا تقل عن 3 سنوات. خبرة لا تقل عن 3 سنوات. طب أنا لسه متخرجة، أجيب منين أنا خبرة لا تقل عن 3 سنوات؟ بس عشان عقلنا بيبقى دايما عارف النكست ستيب، فأنا خلاص خلصت الجزئية بتاعت إن أنا عرفت إن أنا هدور على خبرة لا تقل عن 3 سنوات. بس فين؟ فدورت على مكان، مؤسسة كبيرة وقتها في التعليم، لأن أنا كنت عايز أشتغل في التدريس، بتعين ناس حديثي التخرج، وقدمت فيها وفضل ربنا اشتغلت. طيب، النقطة الأولى كده خلاص إن أنا اشتغلت، يبقى النقطة التانية: أنجح. طب عشان أنجح دي أعمل إيه؟ كنت قاعدة مرة كده في مكتبة المدرسة، ولقيت حد موجود بيشتغل في المدرسة بقاله سنين، يعني عدى 11 12 سنة مش متذكرة، ومشهود له بالكفاءة وبالذوق وبالأخلاق وكل حاجة. فسألته، قلت له: هو أنا ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ قال لي: اتفضلي. لو أنا عايز أنجح في منشأة زي دي أو في مجال زي ده أعمل إيه؟ فجاوب عليا من خبرته بمنتهى البساطة. قال لي: أول حاجة، هو ده المجال اللي أنت عايزة تشتغلي فيه ولا أنت بتشتغلي شغلانة وخلاص؟ قلت له: أنا يعني جربت عشان إخواتي صغيرين كنت أنا بذاكر لهم، فأنا عندي ملكة في التدريس وعشان كده عايزة أشتغل فيه. طيب، هتضيفي حاجة ولا زي ما هتيجي زي ما هتمشي؟ زي ما هتيجي زي ما هتمشي دي، ده كان السؤال التاني ليه، يعني استفزتني شوية. قلت له: لا، ده أنا مش هضيف بس، ده أنا هضيف وهزود وهجود وهعمل كل حاجة يعني. تالت سؤال قال لي: هتعملي ده ازاي؟ فبصراحة عطلت كده. قال لي: يعني في شخصية ناجحة ممكن تعملي لها محاكاة، ان انت تشوفي الحاجات اللي هو بيعملها وتقدري يبقى عندك نظرة عامة كده عن الموضوع. قلت له: هعمل ده، هسيرش على معلمين يعني في المجال من زمان، وعلى اليوتيوب وعلى جوجل، وهشوف بيعملوا ايه، الحاجات اللي مش عجباني كتبتها بالفعل ان انا هحاول اتجنبها، والحاجات اللي عجباني قلت خلاص كتبتها ان هي زي تبقى خطة كده، زي واجب عملي ليا. رابع حاجة قال لي: الواجب العملي اللي انت هتطلعيه ده هتحطيه تحت بند آلية تنفيذ ازاي، هتنفذيه ازاي؟ فقلت اسهل حاجة بالنسبة لي ان انا كل يوم هعمل حاجة بسيطة قوي مش هتاخد مني وقت، فعلى مدار السنة الدراسية هبقى حققت 200 حاجة صغيرة، فهضمن ان انا بعد اخر السنة، بعد ما السنة تخلص، ان انا اكون مشيت من كويس لاحسن. قال لي: اخر حاجة، امتى هتقولي ان انت نجحتي؟ فكان الاجابة وقتها من الفيدباك بتاع الولاد، من نظرة عينين الولاد، ومن الفيدباك من الناس المتعاملة معاهم، سواء كانوا رؤسائي أو أي حد في المنشأة اللي أنا فيها، وعلى أساسه هعرف أنا نجحت ولا لأ، ولو ما كانش هغير المجال أو لأ. بعد شوية لقيت، بعد ما درست في علم النفس الإيجابي، لقيت إن ال5 أسئلة دول اللي هو قالهم لي من خبرته هم دول تعريف النجاح من وجهة نظر البوزيتيف سايكولوجي أو علم النفس الإيجابي. ومايا أنجلو دي كاتبة وروائية قالت: success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. وعلى أساس هو ده الكنز بقى من الحلقة دي، إن أنا أجاوب لنفسي على ال5 أسئلة دول في طريقي للنجاح، لأن الإجابة موجودة عندك أنت بس.